فيلمنا بيبدأ مع ولد اسمه كيسي اللي بيتفرج على كرتون لبلياتشو، فبيشوفه وبيخلص على كل الأشرار بسهولة، وبيتمنى إنه لما يكبر يكون زي بلياتشو. وأما بيكبر كيسي بيشتغل فعلا بلياتشو في السيرك، لكنه بيكون مصاب باضطراب في الشخصية اللي بيخليه يتخيل كأن جواه شخصين. فالشخصية الأولى هي كيس الطيب، أما التانية هي البلياتشو اللي عاوز يخلص على المجرمين. وفي يوم بيكون كيسي موجود في شغله في السيرك، فبيقول له مدير إنه يقوم يتصور مع الأطفال ويضحك معاهم، لأنه طول الوقت بيكون حزين. هو ده ما ينفعش أصلا في شغلانتهم، لأن شغلانتهم يضحك الناس وبس. فبيقوم كيسي بيضحك الأطفال، بس من جواه بيكون حزين جدا. وما بيخلص لعب معاهم بيتعصب كيسي، وبيكون عاوز يخلص على الوحوش اللي بيشوفها في أحلامه، بس في نفس الوقت برضه ما بيكونش عاوز يخسر شغله. فبينسى كل الكلام دوت وبيروح يقابل شخص اسمه لي جون. فبيحاول لي جون إنه يقنعه يشتري بيت جديد، وبيقول له إن صاحب البيت عرضه للبيع بنص الثمن، بس لي جون مش معاه فلوس كفاية عشان كده وعايز يشارك كيسي. فبيطلب منه انه يرهن شقة امه ويشتروا البيت دوت، بس كيسي بيقول له سيب لي بس شوية وقت افكر، لان امه دلوقتي تعبانة في المستشفى، هو مش قادر اصلا يدفع تمن العلاج، والتأمين بيدفع نص الفلوس، اما النص التاني فبتدفعه صاحبته لي تشانج، واللي المفروض شغالة ممرضة في نفس المستشفى. ساعتها كيسي بيكون معجب بيها جدا، لكنه مش قادر يعترف لها بمشاعره لانه اصلا مش معاه فلوس يتجوزها. فبيكذب على لي جون وبيقول له انه مجرد صحاب مش اكتر. وفي تاني يوم بيروح كيسي عشان يزور امه في المستشفى اللي بتكون في غيبوبة بقالها فترة، فبيشوف لي تشانج وهي داخلة للأوضة، ولأنه بيحبها فبيفضل مركز معاها وما بيبعدش عينيه عنها. فبيطلع وراها من الأوضة وبيديها وردة صغيرة، وبيقول لها أنا عاوز أستلف منك شوية فلوس تاني، لأن الفلوس خلصت وأمي دلوقتي محتاجة فلوس عشان تفضل في المستشفى، وهو للأسف عليه ديون كتيرة جدا. فبتتضايق منه لي تشانج وبتقول له انت محتاج تعتمد على نفسك وتتحمل المسؤولية شوية، لانك بقيت شخص مستهتر ومعتمد على كل اللي حواليك وبس. فبتسيبه لي تشانج وبتروح تطمن على المرضى بتوعها، وبيكون في واحد منهم عمال بيرخم عليها، فبيتعصب كيسي وبيتحول لشخصية المهرج وبيضرب المريض دوت. فبيلحقوا الممرضين وبتاخدوا واحدة منهم عشان تعالج ايديه اللي اتجرحت، واثناء ما الممرضة بتعالج ايديه بيسمع كيسي رئيسة الممرضات وهي بتتكلم مع لي تشانج، فبتحاول تقنعها بالعريس المتقدم لها لانه دكتور وغني، وكمان جاب لها هدايا وهو راجع من السفر. بس لي تشانج بترفض وبتقول لها انها بتحب كيسي وانها واثقه فيه جدا انه هيشيل المسؤوليه ومصيره يتجوزها. فبيفرح كيسي جدا، لكنه في نفس الوقت بيكون عاوز يتصرف في الفلوس. فبتطلع لي تشانج وبتديله اكل، وبتديله كمان جزء من الفلوس لان باقي الفلوس اللي معاها هتديها لابوها. ساعتها كيسي بيشوف الهديه اللي جابها الدكتور، هو طبعا بيكون متضايق جدا، لكنها بتقوله على فكره انا مش مهتم خالص بموضوع الدكتور دوت، وانها عايزاه هو وبس، وبعدها بتسيبه وبتمشي. فبيقرر كيسي انه لازم يشيل المسؤولية لأول مرة في حياته، فبيقول لأمه وهو في الغيبوبة انه هيرهن الشقة زي ما قال له لي جون، لان مفيش دلوقتي اي طريقة تانية يقدر يجيب بيها فلوس كتير عشان يعالجها. فبيتصل بلي جون وبيقول له انا خلاص موافق دلوقتي ان ارهن الشقة. فبيجي له لي جون تاني يوم المستشفى وبيخلي امه انها تبصم على ورق الشقة وهو في الغيبوبة. فبيقول له لي جون ان العقد مكتوب بالانجليزي وبالتالي هو مش هيفهمه، ولكن المحامية شافته وقالت له ان كل حاجة تمام. وعلى الرغم ان كيسي من البداية كده مش مطمن للموضوع، لكنه بيدي لي جون العقد عشان يمشي. فبيروح لي جون وبيدي العقد لشخص غريب اسمه اندو، فبياخد العقد وبيمشي على طول. في تاني يوم بقى بيكون اندو ماشي ورا كيسي وبيراقبه، فبيلاحظ كيسي ان في حد بيراقبه لكنه ما بيهتمش بالموضوع. فبيحاول طول الليل انه يتصل بلي جون لكنه ما بيردش عليه خالص. فبيقلق كيسي ان يكون لي جون ضحك عليه وخد الفلوس كلها. المهم بيروح كيسي للمستشفى عشان يطمن على امه، وساعتها لي جون بيرن عليه فبيقول له انه مستعد يعوضه عن خسارته دي باي طريقه. فبيتضايق كيسي جدا لان كده لي جون فهم انه ضحك عليه وللاسف خسره الفلوس. فبيقرر انه يروح للي جون الشغل عشان يرجع عقد الشقه منه، بس بيكتشف ان لي جون سرق فلوس من الشركه اللي هو شغال فيها وهرب. وقبل ما يستوعب الصدمه دي بيتصل بيه اندو، هو بيقول له
له انا مستنيك قدام الشركة، وبيقول له كمان انه عارف مكان لي جون وممكن يوصله بيه لو هو حابب. فبينزل كيسي بسرعة لاندو اللي بيغمي عينيه وبيخطفه عشان يوصله للرئيس بتاعه، وفعلا بيوصل لمكان الرئيس اللي بيكون اسمه اندرسون. فبيحكي له اندرسون عن صاحبه النصاب لي جون، وبيقول له ان لي جون دوت سرق 8 مليون جنيه منهم، وده بيكون تمن الشقة بتاعت كيسي. فبيوري له فيديو لي جون وهو بيمضي على ورق يثبت ان كيسي هو اللي هيسدد الفلوس. بس كيسي طبعا معهوش الفلوس دي كلها، لا ده كمان ايه منصوب عليه من لي جون. فبيقول له اندرسون ان هو الوحيد اللي قدامه دلوقتي عشان يسد الفلوس ديت، وعشان يسدها هيضطر من دلوقتي يشتغل حوالي 30 سنة بدون اكل او شرب عشان يسد الفلوس. بس برضه هو هيكون رحيم بيه وقدامه طريقة تانية يسد بيها الفلوس، وكمان ياخد مبلغ كبير يحسن بيه حياته. والطريقة ديت هي مسابقة ألعاب خطيرة. فالمسابقة هتكون على سفينة في المية، لكنها هتكون في المياه الإقليمية عشان ما يكونوش تحت تصرف أي دولة. ولو قدر كيسي يكسب المسابقة دي هياخد مبلغ كبير جدا وهيغير حياته. أما بقى لو خسر فممكن يخسر حياته ومش هيقدر يرجع لأمه وحبيبته تاني. وبيطمنوا أندرسون إن كل المشاركين في المسابقة دول عليهم ديون ونفسهم يسدوها. في النهاية كيسي بيضطر يوافق، فبيمضي على عقد الانضمام للعبة، وبيقول لأندرسون إنه هيحضر شنطته عشان يسافر. وفي تاني يوم بيروح كيسي للمستشفى، فبيودع أمه وحبيبته لي تشانج لأن دي ممكن تكون آخر مرة يشوفهم فيها. فبيقول لها انه هيسافر لمدة اسبوع وممكن ما يرجعش تاني. هو بيعرفها انه بيحبها جدا ونفسه يكمل حياته معاها، بس دلوقتي هو مضطر يسافر على امل ان حياته تتحسن شوية بعد السفرية ديت. هو بيقول لها خلي بالك جدا من امي الاسبوع دوت، ولو ما رجعتش اخر الاسبوع ممكن تشوف حياتها بعيد عنه، لانه ساعتها اصلا مستحيل انه يرجع تاني. فبتنهار لي تشانج وبتفضل تعيط، هو بتقول له انا بحبك جدا ومش مستعد ان اخسرك. فبيسيبها كيسي وهو زعلان جدا وبيروح يقابل اندو، هو بيقول له انه خلاص مستعد. فبياخدوا اندو لجراج العربيات في المدينه، وهو بيكون باقي اللعيبه والحراس مستنيين هناك. فبيبدا قائد الحراس يشرح لهم اللي هيحصل بالظبط، فبيقول لهم ان هيحقنهم بماده مخدره عشان يفقدوا الوعي، ولما هيفوقوا هيلاقوا نفسهم على سفينة اللعبة. فبيخاف كيسي جدا وبيكون عاوز يهرب. ساعتها بيتحول لشخصية البلياتشو وبيحاول يهرب، بس الحراس بيلحقوه وبيحقنوه بالمادة المخدرة فبيفقد الوعي. واما بيفوق بيلاقي نفسه في أوضة مع عدد كبير جدا من اللاعبين، وفجأة بيفتح الباب وبيخرجوا كلهم. ساعتها بيكون في قاعة كبيرة على السفينة فيها حيوانات مفترسة زي مثلا حيوان النمر، وبيكون اندرسون موجود معاهم. فبيبدأ ساعتها اندرسون يشرح لهم اللعبة، فبيقول لهم ان اللعبة دي اسمها لعبة الغابة ومسموح فيها بكل طرق الغش، وانها هتبقى عبارة عن مجموعة من الالعاب اللي هيكمل فيها هيكسب واللي هيخسر ممكن يفقد حياته. واول لعبة فيهم هي لعبة حجر ورقة مقص، وكل لاعب منهم هيكون معاه 12 ورقة، 4 ورقات عليها رسمة الحجر و4 برسمة المقص و4 برسمة الورقة. وبيقول ان رسمة الحجر هتكسب رسمة المقص، ورسمة المقص تكسب رسمة الورقة، ورسمة الورقة تكسب رسمة الحجر. وكل لاعب طبعا هيقابل لاعب تاني وهيكون معاه ال 12 كارت برضه مقلوبين على وشهم، وكل واحد منهم هيختار كارت بشكل عشوائي، واللي هيكسب هياخد نجمة من اللاعب التاني. وكل لاعب فيهم بيكون معاه 5 نجوم ولازم يحافظ عليهم وما يخسرهمش، لأنه لو خسرهم هيطرد فورا من اللعبة. ودلوقتي هم قدامهم 4 ساعات بس لحد ما يخلصوا لعب، ولازم يستعدوا لأن الوقت خلاص بدأ يعد. فبيدور كيسي على أي حد يلعب معاه، فبيروح له لاعب منهم اسمه سونج وبيعرض عليه يلعبوا مع بعض كفريق. فبيلاحظوا إن في كاميرات في كل حتة حواليهم، وده معناه إن في ناس بتتفرج عليهم. فبيتوقع سونج إن اللعبة دي عبارة عن صالة قمار ضخمة، وهم بيلعبوا دلوقتي قدام مجموعة من الأغنياء، والأغنياء دول بيتراهنوا مين اللي يكسب فيهم، واما تخلص اللعبة هم اللي هياخدوا فلوس الرهان. فبيقول له سونج إن عنده خطة دلوقتي عشان يحافظوا على ال5 نجوم اللي معاهم، وهي إنهم يلعبوا قصاد بعض ولازم يرتبوا الورق زي بعض، وده اللي هيخليهم في كل مرة يتعادلوا. ووقتها بس محدش منهم هيخسر حاجة وهيفضلوا محتفظين بالنجوم وهيعدوا من اللعبة ديت. وفعلا بيوافق كيسي لأنه أصلا مش عارف يتصرف، ولأن سونج كمان شكله شاب طيب. وفعلا بتبدأ اللعبة بين سونج وكيسي وبيعملوا زي ما اتفقوا بالظبط.
فبيتعادلوا لأول مرة. أما تاني مرة فسونج بيغير الورق وبيكسب، فبياخد من كيسي أول نجمة. فبيعتذر لكيسي وبيقوله إن دي مجرد غلطة لأن الورق اتبدل وهو بيقلبه، لكنه هيعوضه الدور الجاي وهيخسر بنفسه عشان يرجع لكيسي النجمة اللي خدها منه. وفعلا كيسي بيثق فيه فبيبدأ يلعب، ولكن سونج بيغير الورق تاني وبيكسب. فبيكتشف كيسي إن كان بيضحك عليه عشان يكسبه وياخد النجوم بتاعته، فبيتعصب وبيهجم على سونج عشان يخلص عليه لأنه نصاب. ولكن الحراس بيمنعوه وبيفكروه ان مسموح لهم بكل انواع الغش في اللعبه ديت. فبيتحول كيسي وقتها لشخصيه البلياتشو وبيبدا يشوف خيالات ان كل الموجودين في المكان عباره عن وحوش، وكمان بيتخيل انه بيغرق في البحر وانه نزل في قاع البحر واتحبس في قطعه كبيره من التلج. واما بيفوق كيسي من الخيالات بتاعته بيلاقي ليه جون وبيعرف ان هو كمان شارك في اللعبه، فبيتخانق معاه كيسي لانه نصب عليه. والحراس كلهم بيحاولوا يمنعوا كيسي، ولكن ليه جون بيقول للحراس ان كيسي ده صاحبه، فبيحاول يقنع كيسي انه هيردله كل فلوسه، وبيقول انه شارك في اللعبه اصلا عشان يسد الديون اللي عليه ويرجع له فلوسه. وبيوعده كمان انه هيديله الفلوس بس بشرط انه يساعده عشان هما الاتنين يكسبوا. وبيقول له ان كل واحد منهم دلوقتي معاه نجمه واحده وقدامهم ساعتين بس ويكسبوا، فلازم يجمعوا اكبر عدد من الكروت والنجوم قبل ما الوقت يخلص ويفوت الاوان. ساعتها ليه جون بيكون عنده خطه عشان يكسبوا، فبيقول له انه ما يدوروا على اي حد يلعبوه. فبيشوفوا واحد غلبان كده هو معهوش غير نجمتين هو معهوش ورق خالص، فبيروح له ليه جون وبيعرض عليه يلعب معاهم، فبيوافق لكنه بيسرق منهم ورقه من اللي معاهم عليها رسمه المقص، فبيدخل يلعب بيها لكنه بيخسرها. فبيضربوا ليه جون لانه سرق منهم الورقه، فبيقول لهم انا مستعد العب معاكم في الفريق بتاعكم عشان اعوضكم عن الكارت دوت. فبيقول وقتها انه لاحظ ان كل اللعيبه اللي معاهم كروت عليهم رسومات حجر وورق بس، وده معناه ان عندهم دلوقتي فرصه كبيره جدا يكسبوا لان هم بس اللي معاهم رسمه المقص. فبيقول كيسي ان عنده خطه انهم يدوروا على الناس اللي معاهم رسومات الحجر والورق بس، وبحسبه بسيطه كده هيقدر كيسي يحدد ترتيب الكروت وهيتوقع الكروت اللي عليها رسمه الورقه وساعتها هيكسبوا. وفعلا بيقتنعوا بفكرته وبيبدأوا يلعبوا، فبيكسب كيسي بكل سهولة، لكنه دلوقتي محتاج يجمع عدد أكبر من الكروت، وبالطريقة دي مش هيلحق يعمل كده طبعا قبل ما الوقت يخلص. فبيقرر إنه هياخد قرض من اللعبة عشان يشتري عدد من الكروت والنجوم، وفعلا بيقرر يشتري الكروت اللي عليها رسمة الحجر لأن دي الكروت أصلا اللي هتخليه يكسب. ساعتها بيظهر أندرسون وبيكون معاه لاعب غشاش، واللاعب ده كان بيحاول يرمي الورق بتاعه. فبيقول أندرسون إن أي حد هيحاول يشغل دماغه عليهم هيخلص عليه، فبيخلص عليه أندرسون فعلا وبيسيبهم عشان يكملوا لعب. ساعتها بقى كيسي بيروح يشتري الكروت زي ما خطط بالظبط، بس بيكتشف ان في فريق تاني عمل نفس الموضوع واشتروا باقي الكروت. فبيجي قائد الفريق لوكا وبيعرض على كيسي انهم يلعبوا بعض، ومفروض انهم يلعبوا بعض على كل الكروت وكل النجوم اللي معاهم، وفريق منهم بس اللي هيكسب اما التاني هيخسر كل حاجه. وفعلا كيسي بيوافق لانه متاكد انه هيكسب، خصوصا بعد ما فهم اللعبه وبقى متوقع كل حاجه ممكن تحصل، وبقى قادر كمان يتوقع اللعبه اللي جايه. وقبل ما يلعبوا بعض بيظهر سونج مرة تانية، فبيحاول يقنعه انه يشتري منه كل الكروت اللي معاه وانه هيديله 3 نجوم. ساعتها بس هيكون كيسي كسب في اللعبة ومش محتاج اصلا انه يلعب تاني، لكنه بيرفض لانه مش عاوز يبيع فريقه وبيكون عاوز يفضل معاهم لحد ما هما ال3 يكسبوا. فبيقرر سونج وقتها انه هينتقم منه وبيقول لباقي اللعيبة على خطة كيسي، فبيعرض عليهم انه ياخد منهم كل الكروت ويرتبها وبعدها يرجع ويوزع الكروت عليهم من تاني عشان يقدروا يكسبوا كيسي. وفعلا بيوافق اللعيبه هو بيدوله الكروت، لكنه بينصب عليهم هو بيعلم الكروت قبل ما يرجعها عشان يقدر يعرف رسمه الكارت من غير ما حتى يقلبه، وبكده هيكسب اي حد هيقابله. فبيقول كيسي للعيبه على كل اللي حصل وبيوريهم مكان العلامات اللي على الكروت، وفعلا كل اللعيبه بيقتنعوا بكلامه، فبيرفضوا يلعبوا مع سونج لانه غشاش ونصاب. وبيكون قدام سونج دلوقتي فرصه واحده انه يلعب قدام كيسي عشان يكسب، فبيعرض على كيسي انه يلعب معاه مقابل اي حاجه هو عايزها. فبيطلب منه كيسي طلب غريب قوي انه يضرب نفسه بالقلم، فبيفضل سونج يضرب نفسه لحد ما بيتعور، وبعدها بيوافق كيسي انه يلعب معاه. ساعتها كيسي بيكون عاوز ينتقم منه لانه نصب عليه اصلا قبل كده، لكنه بيخسر منه برضه المره دي، وبسبب كده بيتعاقب كيسي لانه خسر كل النجوم اللي معاه. فبيدخلوه لحراس السجن واللي بيكون عباره عن اوضه ازاز كبير جدا، واللي بيدخل السجن ده للاسف بيفضل فيه للابد، لكنه ممكن يخرج
الاختيارات في حالة واحدة بس، انه يدفع مبلغ كبير او ان حد من اللعيبة يدي النجوم اللي معاه للحراس وبالتالي يخرجوا. فبيتكلم كيسي مع فريقه عشان يساعدوه يخرج من هنا، لكنهم بيقرروا يتخلوا عنه، فبيبدلوا النجوم اللي معاهم بفلوس عشان يسدوا الديون اللي عليهم. فبيتضايق كيسي جدا لانه رفض يتخلى عنهم ويبيع الكروت لسونج، وكمان لانه كان بيعتبر ليه جون صاحبه المقرب، لكنه للاسف ضحك عليه مرتين وتخلى عنه. فبيشوف كيسي ساعتها واحد من المحبوسين معاه في الاوضه، وبيكون جسمه مليان جروح كتير قوي. فبيلاحظ انه سايب كل الجروح من غير ما يعالجها، ما عدا جرح واحد بس اللي حاطط عليه لزقه بيضه. طبعا كيسي بيستغرب جدا من الشخص دوت، بس الشخص ده بيقول له انه قرر يشتري حريته، وانه هيدفع كل الفلوس اللي معاه عشان يخرج من هنا. وقبل ما يخرج بيتحول كيسي لشخصيه البلياتشو، فبيفضل يضرب في الشخص دوت وبيسرق منه اللزقة اللي موجودة على ظهره. فبيشيلوه الحراس وبيرجعوه مكانه تاني، وأما بيخرج الشخص ده من السجن بيكتشف إن اللزقة مش موجودة في ظهره، فبيعرف إن كيسي هو اللي سرقها. فبيدي للحراس فلوس عشان يطلع كيسي من السجن، لان اللزقه اللي كانت على ظهره دي اصلا فيها الماس كتير قوي. وفعلا كيسي بيخرج من السجن وبيديهم الالماس بتاعهم، وبعدها بيروح لفريقه وبيضربهم كلهم وبياخد منهم الفلوس والنجوم اللي كانت معاهم، وبيبدل النجوم دي مع الحراس، وبيخرج راجل عجوز من السجن عشان يرجع لحياته تاني. وبعدها كيسي بيخرج من السفينة وهو كسبان مبلغ كبير قوي، وطبعا بيكون مبسوط انه اخيرا هيسدد ديونه، وكمان هيقدر يتجوز حبيبته لي تشانج. في تاني يوم بقى بيرجع كيسي للمدينة بتاعته، وبيروح للمستشفى عشان يطمن على امه، وبيعرض كمان على حبيبته لي تشانج انه يتجوزها لانه بيحبها جدا ونفسه يكمل باقي حياته معاها. وبيخلص الفيلم. وطالما وصلت لحد هنا فانت متابع مميز، وما تنساش بقى يا وحش لايكك الجميل وسبسكرايبك للقناة، وتابعونا في كل فيديو بننزله الحد والتلات والجمعة الساعة 7. اشوفكم على خير يا مرعبين في فيلم الرعب اللي جاي. مع السلامة.